أكلة الناس الطيبين، رز وبسلة وكوكو، فراخ بلدي بقى، إنما إيه من روايح الزمن الجميل، وحبة بسلة كده زي العسل ومسكرين، هتاكلوا صوابعكم وراها، وشوية رز مفلفل كده بالشعرية. هقول لكم على التركة اللي هتطلعه لكم مفلفل كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو حلفتك بالله تحطي لايك للفيديو، وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. يا رب كل اللي تحط لايك ربنا يحقق لها كل اللي هي بتتمناه، وتزور بيت الله الحرام. طيب لو انت 4 افراد هتعملي ايه؟ هتعملي نص كيلو من البسله، وب5 جنيه جزر، يعني حوالي ربع كيلو او ازيد بشويه، وكمان 4 قطع من الفراخ. انا قلت لكم قبل كده ان الفراخ بقطعها على 8 قطع، فجبت هنا الفرخه البلدي دي خدت منها 4 قطع. تمام. طيب انا عشان عندي شغل كتير بكره ومش هيبقى فاضيه عندي تصوير كتير، فايه اللي انا هعمله؟ هعمل الكميه مضاعفه، يعني هعمل كيلو من البسله عشان الاكل يقعد لتاني يوم، وهعمل نص كيلو من الجزر. تمام. وهعمل كيلو من الرز، مش نص كيلو، وهعمل حوالي نص كيلو شعريه. تمام. لكن الفراخ هي فراخ النهارده هناكل 4 قطع، خدت منها 4 قطع. اسلقها طبعا لان الفراخ البلدي الشوربه بتاعتها خطيره جدا، فهسلقها عشان نشرب من الشوربه، عشان كمان ازود بيها البسله. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنفصص البسله ونقطع الجزر. موضوع الفراخ بقى يا جماعه، احنا بنقطعها 8 ليه؟ بنقطعها 8 عشان تاكلي فراخ وفي نفس الوقت ما تاثرش على ميزانيتك، لان في ناس كتير قوي بسبب الاسعار تقول انا ما بعرفش، الميزانيه بتاعتي قليله، انا ما بعرفش اجيب فراخ. فدي احسن طريقه تخليكي تاكلي فراخ انت وولادك، وفي نفس الوقت توفري في الميزانيه او ميزانيتك تكفي، ان انت تقطعي الفرخه على 8 قطع او على 10 قطع زي ما قلت لكم قبل كده. ازاي بنقطع الفرخه على 8، والجناحين بنسيبهم برضو لوحدهم، بنقطعهم لوحدهم كده بقوا 10 قطع، زائد الزور زائد الكبد والقوانص. عادي جدا يا جماعه. يعني الحمد لله، نحمد ربنا على النعم اللي احنا فيها، نعم ربنا محوطانا من كل حته. فعادي جدا، مفيش حد يقول لا، ومفيش حد يقول لا ازاي، هو في حد ياكل اجنحه وزور وكبد وقوانص؟ يا جماعه، عادي، عادي جدا. نايب من النبان حد اديله حاجه من دي، يعني قسموا الموضوع بينكم وبين بعض يا جماعه. ما بقاش الدنيا زي زمان، دلوقتي الاسعار غليت، والحاله الاقتصاديه بقت يعني مش حلوه. الحمد لله طبعا على كل نعمه. فعادي جدا، ما بقاش زي زمان دلوقتي ان كل واحد ياخد نايب كبير والكلام ده. لا، انت اعملي كده الفراخ ببصل. والله العظيم انتوا عارفين انا ساعات بعمل ايه؟ ساعات بسلق الفراخ وبقطعها نسايل كده، وبعملها كده في خلطة من البصل كده والصلصة والكلام ده، وبنغرف منها كل واحد على طبقه. فاهمني؟ دي برضو فكرة تانية من الأفكار اللي هتخلي الفرخة تقضي معاكي مرتين وتلاتة كمان. فصرفي نفسك وحاولي تشوفي دايما أفكار للتوفير، وانسي خالص موضوع انه لازم كل واحد ياكل نايبه والكلام ده. لا يا جماعة، اعملي صينيه حلوه كده بالبصل وكلوا كلكم مع بعض. المهم ان احنا ناكل مع بعض، المهم ان احنا يبقى عندنا حاجه على سفرتنا ناكلها. في ناس مش لاقيه، والحمد لله على كل حال. فقاعدين بنمشي الدنيا عشان الميزانيه بتاعتنا تكفي الاسعار اللي احنا شايفينها دي، واللي عماله تزيد كل شويه. الله المستعان، وربنا يا رب يعيننا كلنا على كل المسؤوليات اللي عندنا، ويعين كل واحد على حاله يا رب. هفصص بقى كده كل البسلة، واقطع الجزر مكعبات، وهاجيلكم. حطيت بقى هنا حتة سمنة بلدي كده من السمنة اللي احنا عملناها مع بعض، اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه. وحطيت بقى شوية زيت عليه كده. هحط بقى الفراخ كده، لازم تتشوح كده الاول. الفرخة بتاعتي الحلوة اهي 4 قطع، والكبد والقوانص اهو زي العسل. هحطهم بقى كده يتشوحوا كويس، وبعد كده هحط بقى البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات مشكلة، وكم عود كده من القرنفل، وورق لورا.
انا ما عنديش حبهان بصراحة وما بستعملهوش يعني في العادي. حطيت هنا بقى المية المغلية عشان كل الكلام ده يتسلق كده مع بعض. الحلة التانية بقى جبت فيها شوية زيت وبرضو حطيت حتة سمنة بلدي، وهعمل بقى فيها الرز. خليكم معايا بقى في تركات الرز كده عشان يطلع معاكم مفلفل. اول حاجة هنا حمرت الشعرية بتاعتنا، بعد كده نزلت بالرز بعد ما غسلته وصفيته كويس، حطيت عليه ملح وفلفل ومرقة فقط. الرز ما بتحطش عليه اكتر من كده. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. المية بقى لما ننزل بالمية بعد ما كل ده يتشمع كده مع بعضه، المية لازم تحطي نص كوباية مية زيادة. ده الرز المصري العادي بتاع التموين او بتاع السوبر ماركت العادي جدا. المعيار المية لازم تزودي نص كوباية على المعيار الأصلي. تاني حاجة، تاني تركة، ان انتي بتسيبي الرز متعري، ما بتغطيهوش لغاية ما يتشرب زي ما انت شفتي كده. لما يتشرب بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، هروح مغطية عليه وحطاه على الشياطة وموطية خالص لغاية ما يستوي. الحلة دي بقى انا حطيت فيها حتة سمنة بلدي من اللي انا بشيلها، اللي طلع من السمنة البلدي اللي انا حطيته في الفريزر معاكم. ساح كده مع شوية زيت، وحمرت البصلة بتاعتي كده شوحتها، ونزلت كده بالبسلة والجزر بتوعي الحلوين بقى اللي انا غسلاهم كويس كده. اشوح الكلام ده كله مع بعضه. وبعد كده هشوف بقى هنا الرز بتاعي. بصوا ده كان بعد حوالي تلت ساعة كده. هقلبه تقليبة واحدة بس، وبعدين هغطي عليه واسيبه لغاية ما يستوي خالص. والفراخ بتاعتنا اهي بتتسلق وزي العسل وزي الفل. فراخ البلدي الشوربة بتاعتها كنز يا جماعة، كنز. هنا بقى حطيت الطماطم بتاعتي، الصلصة عادي. انا بضرب الصلصة عادي في الخلاط وبحطها، ولا بصفي ولا بعمل. بصراحة انا عندي ماما بتصفي، انا بصفيش. طول عمري بستخدم الطماطم كده. هنا بقى اخدت شوية شوربة بعد ما الطماطم اتسبكت في البسلة. اخدت شوية شوربة كده من الشوربة البلدي بتاعتنا الحلوة دي، اديتها كده تقليبة. أكلة الطيبين بتاعتنا خلصت. يلا بقى نشوف الجمال. يا لهوي على الريحة يا جماعة، ريحة الناس الطيبة بتاعت زمان بتفكرني كده بأيام جدتي الله يرحمها. البسلة بقى القمر بتاعتنا، الرز بتاعنا بقى المفلفل كده الحلو. تعالوا بقى نخرف بقى وناكل أكلة الناس الطيبة دي. الله الله على البسلة القمر بتاعتنا، الله 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 على الجمال. بصوا بقى البسلة بتاعتنا الجميلة، شايفين الجمال؟ وطعمها مسكر قوي وحلوة قوي بجد. تعالوا بقى نغرف الرز كده ووريلكم الرز المفلفل بتاعنا. اعملوا بقى الرز بطريقتي، بصوا هتاكلوا احلى رز. بصوا الحباية بحباية اهو. كلوا احلى رز بقى بالشعرية، عشان في ناس كتيرة قوي ما بتعرفش تعمل الرز، وساعات بيطلع معجن منها وساعات بيطلع ني. فالنهارده انا وريتكم الطريقه بتاعتي. بصوا جيب معلقه بس. بصوا الحبايه بحبايتها اهو، مفرفط ازاي، وطعمه بقى بيبقى خطير مفلفل كده زي بتاع جدتنا. فاكرين الطعم بتاع زمان ده؟ بسم الله. ولا في اي اضافات بقى ولا الحاجات دي، يا دوبك ملح وفلفل ومرقه زي بتاع زمان بالظبط. يلا بقى نغرف الفراخ البلدي بتاعتنا عشان تكمل ايام زمان الجميله. جبت كمان السلطانيه دي عشان اغرف فيها الفراخ. فاكرين ليها كده غطا حلو قوي، بس انا مش عايزه الغطا بتاعها دلوقتي. يلا نغرف الفراخ. احلى فراخ بلدي ترم العظم. يلا بقى قومي اتدفي كده واعملي لاولادك الاكله الحلوه دي.